مساء الخير. أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. فيلمنا النهاردة الفيلم النادر جمال ودلال، فيلم من مفقودات السينما المصرية، وممكن تكون أول مرة تسمع عنه. تاريخ العرض 19 نوفمبر 1945. مدة عرض الفيلم 120 دقيقة. عمر الفيلم 79 سنة، والفيلم من مفقودات السينما المصرية، من إخراج ستيفان روستي. وتأليف زكي صالح. وسيناريو ستيفان روستي. مساعد المخرج يوسف معلوف. أما عن طاقم العمل فهو من بطولة فريد الأطرش، بيبة عز الدين، ليلى فوزي، عباس فارس، بشارة وكيم، ماري منيب، زناد صدقي، عبد السلام النابلسي، عبد الحميد زكي، محمود شكوكو، محمد الديب، حسن كامل. وأما عن قصة الفيلم فبتدور الأحداث حوالين جمال الترجمان. ومعنى كلمة ترجمان هو شخص بيترجم للأجانب، أو ممكن نقول مرشد سياحي. كان شغال في الوقت ده في منطقة الأهرامات، وبالصدفة قابل دلال اللي اتحطت في موقف وحش وهو أنقذها. ومن ساعتها هما الاتنين وقعوا في غرام بعض. دلال دي كانت بنت مدير الأمن الأستاذ رؤوف. أول ما عرف إن جمال بيحب بنته رحب جدا بالموضوع، ولكن الموضوع مكملش، لأن كان في رقاصة بتصطاد الرجالة، وعدوها وعدو واحد ما يرفضها، وبتقرر إن هي توقع كل الرجالة في شر أعمالهم، لدرجة إن هي قتلت واحد علشان مرضيش بيها، وخلت صاحبه اللي كان معاه في الشغل وشريكه في الشغل يبقى بياخد كل حاجة مقابل إن هي تبقى عشيقته لوحدها، وما يبقاش فيه ولا واحدة تانية. وغير طبعا الناس الكتيرة قوي اللي تسببت في أذاهم، ومنهم جمال ذات نفسه، لأن جمال رفضها، فقررت إن هي تاخد حقها منه، فلجأت لصاحبها ده أو عشيقها اللي احنا قلنا عليه، وقالت له إن هي عايزة تاخد حقها. ففي واحد صاحبه عنده مشكلة ما معاه، فقرر إن هو يخلص منه، وتعزم جمال في الوقت ده. أول ما يدخل تتصل بالبوليس، ويبقى مين اللي قتل جمال، وتخليه كمان يمسك السكينة اللي عليها البصمات. وبالفعل كل الحاجات دي اتعملت مظبوط، ولا أجدع مخرج سيما. وجمال اتهم بقضية قتل، وفي يوم وليلة بقى مجرم، وما بقاش عارف يعمل ايه. الحل الوحيد انه كان يهرب الى ايطاليا، واول ما هرب قابل هناك موسيقار ومايسترو، والاتنين ادوله فرصة حلوة جدا انه يخلوه يساعدوه على ظهور موهبته، وهي موهبة الغناء. واشتغل هناك مطرب، وفضل هناك لمدة 5 سنين. وأول ما رجع مصر رجعت تاني رقصة له في حواليه: هتبقى معايا ولا هتقعد مع البوليس؟ انت حر، عمل اللي انت عايزه. فقرر يرفضها للمرة التانية، والمرة دي ما كانش قدامها أي قرار غير إن هي تبلغ عنه.
وأول ما بلغت عنه الشرطة جت وبالفعل اتقبض عليه. ولكن المرة دي حصلت حاجة لا يمكن حد يتخيلها، إن لحسن الحظ رفضت عشيقها علشان جمال، لأن النوعية دي بتكره الرجالة اللي بترفضهم وبتجري وراهم، أما اللي هم عايزينهم فبيكبروا دماغهم من ناحيته. وأول ما عشيقها ده حاول إن هو يرجع لها تاني وهي رفضت علشان جمال اللي كرف لها بالمعنى الأصح، قرر إن هو يخلص منها وركب عصفورين بحجر واحد. راح قال للشرطة على كل حاجة، وقال إن هي السبب في تحضير الجريمة دي وإن هي اللي قتلت، ولبسها لها صح. وانتهى الفيلم بنهاية سعيدة، إن مدير الأمن أبو دلال قبض على الرقاصة، وقبض كمان على عشيقها اللي قتل الراجل الغلبان، وإن جمال ودلال اتجوزوا. وبعد ما كان ترجمان أو ممكن نقول مرشد سياحي، أصبح من أشهر المطربين اللي في البلد. علشان ناخد أحلى فيلم، هو فيلم جمال ودلال.